ملي درنا الفيديو على الحكم على غلامور بالسجن 10 أشهر، دخلوا بزاف ديال الطبالات والنقافات اللي كنسميهم مشجعات على الفساد كيطعنوا في القانون المغربي، وتيقولوا لي وتينعتوني بأنا وبعض الناس بأننا من روجنا للفيديوهات باش أنها تشد. خصكم تعرفوا باللي القضاء المغربي قضاء نزيه، وبأن هاد السيدة تشدات ومشات للكوميسارية ووقع ليها التحقيق وشدوها هاربة من المطار ديال الدار البيضاء. تاني حاجة، الأمن الوطني دار التحقيقات ديالو وشاف باللي أن هناك ملابسات في القضية، مما دوّز داك الشي لعند وكيل الملك. وكيل الملك استجوب وسمع وشاف الدلائل وعرف شنو الحيتيات ديال الموضوع، وهو اللي قرر، أو القاضي ديال التحقيق اللي قرر أنه يقول بأنها خصها تدخل للسجن وعندها الاستئناف ديالها إن شاء الله وتستأنف. حتى لهنا الأمور واضحة، الأمور جميلة. كيدخلوا عندي شي وحدين في التعاليق: واش تهنيتي، واش بردتي، دابا بردتي. أنا مواطن مغربي حامل البطاقة الوطنية بحالي بحالك، ما عندي لا تمييزات لا مميزات، فقط أننا كضربنا النفس والغيرة على بلادنا. هاد الناس اللي عندهم المشاهدة كتيرة وعندهم علاقات كبيرة مع هاد الشي ديال المؤثرين والمؤثرات، يديروا شي حوايج اللي مخلة بالآداب وبالحياء، وهي ماشي المرة الأولى اللي غلطات، غلطات المرة الأولى والثانية والثالثة وهذه هي الرابعة. كل مرة كانت كتجبد بلاصة من الجسم ديالها كتبينها بلا داك الشي اللي كانت كتروج ليه، راكم عارفين. وهاد السيدة اللي كتدافعوا عليها نتيا، هاد السيدة كانت سبب في خراب مئات العائلات، مئات العائلات ومئات المشاهير ومئات الناس اللي تشوهوا بقضية حبزة مومبيبي، اللي هاد السيدة كانت فيها وحدة من الناس اللي كانوا كيبتزّوا هاد الناس، وضربات الحبس 3 سنين وما حشماتش، ما تعلّماتش من المؤسسة التربية ديال التربية والمؤسسة ديال السجن أنها تولي إنسانة مزيانة في الحياة ديالها. خرجات وربي عطاها الفرصة مرةً أخرى، وبقات كل مرة كتبث السم ديالها في المجتمع المغربي.